يا أهلا بيكم. تخيلوا معايا كده مبنى واحد مش بس بيضم كنوز حضارة عمرها آلاف السنين، لا، ده هو نفسه قطعة فنية بتحكي التاريخ. النهاردة هناخدكم في جولة جوه المشروع اللي العالم كله مستنيه بفارغ الصبر، المتحف المصري الكبير، رحلة في قلب العظمة. وهنا لازم نبدأ بسؤال كبير قوي، سؤال يمكن يكون هو جوهر الموضوع كله. إزاي فعلا ممكن نلخص عظمة أمة كاملة وتاريخ حضارة عريقة في مبنى واحد بس؟ طيب، دي محطات رحلتنا النهاردة. هنبدأ بحكاية المتحف العظيم ده، وبعدين هنغوص في تفاصيل تصميمه العبقري وإزاي بيحكي التاريخ. بعدها اللحظة اللي الكل مستنيها، كنوز توت عنخ آمون الكاملة لأول مرة. وهنقابل كمان العمالقة اللي في بهو المتحف. وفي الآخر خالص هنعرف ليه المكان ده هو أكتر بكتير من مجرد متحف. يلا بينا. نبتدي بالجزء الأول، حكاية أعظم متحف في العالم. قصة بتورينا ليه بناء الصرح ده كان ضرورة تاريخية وحضارية. طيب، عشان نفهم أهمية المتحف المصري الكبير لازم ناخد خطوة لورا. كلنا عارفين وبنحب المتحف المصري في التحرير اللي فتح سنة 1902. ده كنز طبعا، لكن مع الوقت المكان بقى زحمة قوي، والقطع الأثرية العظيمة دي يعني مش واخدة حقها في العرض. المتحف الجديد بقى مش مجرد مكان أكبر وخلاص، لأ، دي نقلة تانية خالص. دي تجربة متحفية بتاعت القرن ال21. يعني بدل ما هو مجرد مكان فيه آثار، بقى تجربة ثقافية كاملة معمولة بأحدث تكنولوجيا ممكن نتخيلها. ودلوقتي خلونا نتكلم عن المبنى نفسه، لأننا بنتكلم هنا عن تحفة معمارية حقيقية حتى قبل ما نشوف أي قطعة أثرية جواه. بصوا على الرقم ده، مساحة المشروع الإجمالية حوالي 500 ألف متر مربع. رقم ضخم جدا لدرجة إنه صعب نتخيله. وعشان بس نقرب الصورة، المساحة دي أكبر من دولة الفاتيكان كلها. متخيلين الحجم؟ ده مشروع عملاق بكل المقاييس. وهنا بقى نيجي للعبقرية الحقيقية في التصميم. الواجهة المثلثة دي مش معمولة كده وخلاص، مش مجرد شكل حلو، لأ، دي مدروسة بالملي. المحاور البصرية بتاعتها والخطوط بتاعتها كلها متوجهة عشان تتماشى بالظبط مع أهرامات الجيزة اللي يدوبك على بعد خطوات منه. تحس إن المبنى نفسه بيتكلم مع الأهرامات، في حوار كده حاصل بينهم عبر آلاف السنين. حاجة عبقرية بجد. تمام، نيجي بقى لجوهرة التاج، السبب الرئيسي اللي هيخلي ملايين الناس تزور المكان ده. مجموعة كنوز الملك توت عنخ آمون الكاملة، اللي هتحكي قصة الملك الذهبي زي ما عمرها ما اتحكت قبل كده. احنا بنتكلم عن أكتر من 5000 قطعة أثرية، كل قطعة لقيت في مقبرته، والأول مرة في التاريخ هيتعرضوا كلهم سوا في مكان واحد. والموضوع على فكرة أكبر بكتير من مجرد القناع الذهبي المشهور. الفكرة إن المجموعة دي فيها كنوز الناس عمرها ما شافتها قبل كده. حاجات زي الصندل الذهبي اللي اتدفن معاه، وأسلحته الشخصية، أدواته وحاجاته الدقيقة جدا، والعجلات الحربية بتاعته كاملة. دي مش مجرد تحف، دي قصة حياة كاملة معروضة قدامنا. وده بياخدنا للاقتباس المهم ده. لأول مرة في التاريخ العالم هيقدر يشوف الكنز كامل زي ما هوارد كارتر شافه بالظبط أول مرة. يعني إحنا كأننا بنعيش لحظة الاكتشاف المذهلة دي من جديد. بس طبعاً المتحف مش بس الملك الذهبي، لا، ده أكبر من كده بكتير. القاعات بتاعته مليانة بالعمالقة. أول حاجة بتقابلك وانت داخل البهو العظيم هي التمثال المهيب ده، تمثال رمسيس الثاني، طوله 11 متر وعمره أكتر من 3200 سنة. دي رسالة من أول لحظة بتقولك أنت داخل مكان مش عادي. ومن التمثال ده بتبدأ رحلة الصعود على الدرج العظيم. وده مش مجرد سلم، دي آلة زمن حرفياً. وانت طالع حواليك 87 تمثال ضخم الملوك وآلهة، كأنهم بيحرسوا رحلتك عبر التاريخ. كل خطوة بتاخدها بتنقلك لعصر مختلف وبتحكي لك جزء من حكاية مصر. طيب، كل ده معناه إيه في الآخر؟ إيه الرسالة الأكبر؟ الرسالة إن المتحف المصري الكبير هو أكتر من مبنى بيضم آثار. ده حارس جديد لتراث خالد. يعني المتحف ده متصمم من الأساس عشان يكون مركز ثقافي عالمي، مش بس مكان عرض، لأ، ده مكان للأبحاث العلمية، في أحدث معامل الترميم في العالم، برامج تعليمية وفعاليات ثقافية هتجمع ناس من كل مكان. وفي النهاية المتحف ده هو رسالة قوية جدا من مصر للعالم كله، رسالة عن التزامها الحقيقي بالحفاظ على تاريخها وتراثها العظيم، مش بس كميراث مصري لكن كتراث للإنسانية كلها. وده بيخلينا نسيبكم مع سؤال أخير نفكر فيه كلنا. هل المتحف ده مجرد مكان بيحفظ التاريخ جوه حيطان، ولا ممكن يكون مكان بيعيد تشكيل علاقتنا بالتاريخ ده، ويمكن بيصنع تاريخ جديد للأجيال اللي جاية؟